عندك ورم وهالات تحت عينك وبتساليني يا شاهي المنتج اللي بتبيعيه بكام؟ طب ليه اديكي المنتج ما دام ممكن اديكي وصفه تعمليها في بيتك حبيبتي وتوفري. وفري يا امي، احنا في عز وعرض كل جنيه. بتزعلي وتتقمصي لما اقول لك طلعي البطاطس طلعي الشاي طب ما هو يا حبيبتي انا بوفر لك والله، انا محبه على قلبي اخد منك فلوس لوس. بس اصبري، دي مرحله متاخره، يعني العلاج اللي عندي قوي شويه. ممكن تبقى حالتك ما تستاهلش ببطاطسايه ينتهي الامر، بباكيتايه شاي اخضر الموضوع يموت يعني. وهقول لك وصفتي وهقول لك خلطتي، ولو عايز تعمليها في بيتك اعمليها عادي، الاجر والثواب عند الله، يلا ما حدش واخد منها حاجه. بصي ستي، اول طريقه لو انت حالتك مش اوفر قوي، هتجيبي البطاطسايه العاديه اللي خالص اللي هم النم اللي بناكلها دي، تقطعيها حضرتك وتشطفيها قبل ما تقطعيها بس كويس قوي، وميتها اللي جواها كده تحطيها سلايصايه كده على عينك دي، سلايصايه على عينك دي ربع ساعه في اليوم، وتشطفي بعد كده وشك خلاص. بالمناسبه في ناس بتقول ان البطاطس بتشيل الحبوب من الوش، انا جربتها وبشعه وطلعت لي حبوب اكتر، فمحدش يعمل كده. طيب الحاجه الثانيه، حضرتك عماله تشربي وتسفي الشاي الاخضر، قال يعني كده تضحكي على الدهون وهتتحرق في الاخر احنا اللي بنتحرق وبناكل اكتر دمنا اللي بيفور ويتحرق. حضرتك الباكت ده شربتيه خلاص، حطيه في الفريزر ما ترموهوش، طلعيه حضرتك بعد حبه حلوين او تاني يوم اعمليه كمادات ربع ساعه على عينك، قمر الموضوع هينتهي. لو موضوعك بقى اوفر قوي هقولك المنتج بتاع التهالات السوداء عباره عن ايه؟ زيت ارجان، فيتامين اي، حبيبات الفيتامين اي بفضيها، والقهوه، اخلطي ورجي ونقطي بقطنه اللي هي بتاعه الميك اب دي، اعملي قصيها نصين واعملي قطنه كده وقطنه كده وقطنه كده وقطنه كده. بس مع كل الروتين اللي انا بقوله ده يا فندم، لو سمحتي تنامي بدري، ولو سمحتي تقومي بدري، واشربي ميه، ابوس ايدك اشربي ميه. انا مش عارفه اعمل ايه عشان يعني خليكي تشربي ميه، اشربي ميه يا فندم، تمام؟ وكلي خضارك وصحتك تبقى حلوه كده، ساعتها ان شاء الله مش هيبقى فيه اي هالات، وهتتبسطي وهنتبسط كلنا معاكي، وهنزغرط وهنعمل فرح، ماشي؟ بس الناس اللي هتعمل الخلطه في البيت بتاعت الهالات السوداء دي يا ريت تتاكدوا ان الارجان اصلي، ابوس ايديكم عشان بتاخدوا على قفاكم وبيجروا رجلكم بالسعر الرخيص، فتهيأ لكم ان هو اصلي وبسعر لقطه، وان انتوا عاملين صفقه العمر، وفي الاخر بيبقى مضروب وبتيجوا تعيطوا لي، وانا مش عايزه حد يعيط لي